السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اسماء شاور وفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي ورق العنب بطريقه سهله جدا وبسيطه. هيطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الصباع عامل ازاي والرز فيه مستوي وحلو جدا. تعالوا بينا ندخل على طول على الطريقه والمقادير. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. اول حاجه بجيب الورق كده زي ما انتوا شايفين، بغسله كويس جدا وبرصه كده فوق بعضه كل شويه كده فوق بعض بالشكل ده. بعد كده هجيب حله معايا فيها ميه بتغلي، وحطيت في الميه دي شويه ملح. هاخد كده كل رصه على بعضها وباخدها انزلها في الميه لحد ما تبدا ان هي تتسلق معانا كده. ما بتاخدش وقت كتير، ممكن دقيقة او نص كده ولا حاجة. ما بغيبهاش يعني علشان ما يتهريش معايا ورق العنب. باخد كل رصة كده واحطها، ما بتاخدش وقت خالص، وبروح مطلعاها على طول ومصفية المية منها. قبل ما اسلق ورق العنب لازم ارص كده كل شوية فوق بعض زي ما انتوا شايفين كده، علشان يسهل معايا لما اجي احشي الورق. هخلص بقى كده بقية الكمية كلها اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطها كده فوق بعضها بالشكل ده. تعالوا بينا نحضر بقى الحشوة بتاعة المحشي. هجيب معايا هنا شوية رز كده زي ما انتوا شايفين، غسلاهم كويس جدا ومتصفيين. والرز هنا مش منقوع خالص، انا غسلته وصفيته على طول. هحط كده على الرز بصلتين كبار انا ضربهم في الكبة كده منعماهم. ومعايا كمان شوية من الكزبرة وشوية بقدونس وشوية شبت. كل الخضار ده بيدي طعم حلو جدا للمحشي. معايا كمان طماطم انا مسبكاها كده، والطماطم دي انا حط عليها شوية زيت وهي بتتسبك. حطيت كمان كده 3 4 فصوص من الثوم بيدوا طعم حلو جدا للمحشي. عندي بقى التوابل بتاعتي شوية ملح كمون كزبرة وشوية بهارات وشوية فلفل اسود. وكمان ضفت شوية زيت، ما كترتش الزيت هنا لان التسبيكة بتاعتي كان فيها زيت، فعملت حساب الزيت اللي انا ضايفاه في التسبيكة. قلبت كويس جدا الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. وبكده خلطة المحشي جاهزة معانا. تعالوا بينا على طول نحشي ورق العنب. انا جبت ورق العنب زي ما انتوا شايفين بيكون فيه كده جنب خشن وجنب ناعم. انا هبدأ كده احشي على الجنب الخشن. بحط الرز زي ما انتوا شايفين، وبتني كده الحرف اللي فوق كده زي ما انتوا شايفين هنا كده، بتني الحرف اللي فوق على الرز. وباخد الحرفين دوم اتنيهم بالشكل ده، وابدأ الف ورق العنب كويس جدا واضغط عليه كده علشان يبقى مكبوس معايا. هوريكم كده كام واحدة علشان تبقى واضحة معاكم. بحط الرز وبتني كده الحرف ده من فوق، وباخد الجنبين دمت كده بتنيهم واروح لفة كده وبكبسه كويس جدا. طريقته سهلة جدا، اي حد يقدر يعمله. ممكن كمان لو مش حابة تعملي على الرخامة تحطي صينية كده وتعملي وانتي قاعدة في الارض. لو زي حالاتي كده بتتعبوا من وقفة الرخامة، فانا عملت شوية على الرخامة والباقي كملته كده وانا قاعدة. بعد كده جبت الحلة اللي انا هرص فيها المحشي، وحطيت في قعر الحلة دي كده شوية من ورق العنب المتبقيين عندي. ممكن كمان تضيفوا شرايح من البصل كده في قعر الحلة علشان الطبقة اللي تحت دي ما تاخدش معاكوا في النار. اما لو بتحبوا الطبقة اللي تحت بقى متحمرة وكده فهنستغنى عن اي بصل او اي حاجة هنحطها في قعر الحلة. خلاص كده رصيت الحلة كلها زي ما انتوا شايفين، كل صباع جنب التاني بالشكل ده. هحط الحلة على النار وهيكون معايا هنا شوربة مغلية. هحط كده الطبق على وش المحشي وافضي الشوربة زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحط هنا الطبق علشان المحشي بتاعي لما يغلي ما يفكش معايا المحشي، يبقى الطبق ده ساند كده المحشي من فوق. بعد ما اضيف الشوربة كده ههز كده بقى ايه الحلة كويس جدا علشان المية تتوزع في الحلة كلها. ما عندكيش بقى كده شوربة فهتضيفي مية عادي، بس طبعا المية اللي انتي هتضيفيها لازم تملحيها كده بشوية ملح. وطبعا مش هتضيفي ملح كتير على المية، هتضيفي ملح كده زي اكنك بتملحي الشوربة علشان المحشي ما يطلعش معاكي الحدق بتاعه عالي. المية بقى اللي انا هضيفها على المحشي او الشوربة اللي انا هضيفها يدوبك كده تبقى مغطية المحشي، يعني اخر رصة في المحشي بيبقى المية كمان مش واصلة لاخر صباع لاخره، يعني مثلا نص الصباع ولا حاجة. ومن فوق المية مش واصلة قوي علشان يطلع معاكم المحشي كده مفلفل وحلو وما يطلعش معاكم معجن. بعد كده هغطي على الحلة واسيبها على نار عالية لحد ما تتشرب كل المية. بعد كده ههدي النار واخلي النار شمعة كده لحد المحشي ما يستوي معايا. خلاص كده المحشي بتاعي استوى زي ما انتوا شايفين. هاخده بقى كده واقلبه بسم الله. خبطي بقى كده على الحلة علشان ينزل معاكي كل المحشي. خلاص المحشي استوى معانا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده.
طبعا انا ما بحطش بصل في قعر الحله علشان انا بحب قعر الحله المتحمر ده، فلو انتوا بقى مش حابين المتحمر ده فهتحطوا في قعر الحله بصل، هيطلع معاكوا كله لون واحد. خلاص كده خلصنا المحشي بتاعنا وطالع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول حاجه كمان، في ناس بتضيف كده ليمون على المحشي وهو بيستوي، انا مش بضيف اي ليمون خالص لان طبعا ورق العنب بيكون مزز، فمش محتاج اي حاجه تنضاف عليه زي الليمون او اي حاجه من دي. طبعا اللي عايز يضيف ليمون براحته جدا، بس انا بعمله كده وبيطلع تحفه. شايفين بقى المحشي بتاعنا عامل ازاي؟ جبار. خلاص كده انا خلصت الفيديو، جربوه بقى كده وقولولي رأيكم، وبالهنا والشفا على قلبكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.